احنا هنا في شارع الصفطاوي اللي هيكون فيه مسار مونوريل مدينة 6 اكتوبر، واللي هيوصل لحد محطة جامعة الدول العربية. اتحط فيه زي بداية حفر لبداية الأعمال في المنطقة. ممكن تكون الأعمال ما ابتدتش بشكل كبير، ولكن في جزء كبير قوي في المنطقة دي المجسات اتحطت فيها علشان تبان نتيجة الحفر وتحديد أماكن الأعمدة زي ما احنا شايفين كده. طبعا الشارع ده انا عايزكم تفتكروا شكله دلوقتي علشان تقارنوا الشارع ده بعد التطوير هيبقى عامل ازاي. الشارع ده بعد تطوير وبعد ده طبعا المجسات والاماكن اللي هيتحط فيها المجسات بتاعة مونوريل مدينة 6 اكتوبر. المجسات دي طبعا علشان تتعمل ويتحدد فيها الاماكن اللي هيتحط فيها العمدان بشكل كبير. خدنا جولة في المنطقة سريعة مش كبيرة علشان بنثبت ليه الناس اللي كانت بتسأل هو المونوريل هيمشي من على شمال المحور وهيكون في ازالات في شمال المحور، ولا المترو المونوريل يعني هيمشي في شارع الصفطاوي. وده اللي ظاهر عندنا بشكل كبير ان المحور خلاص تم تعديل مساره علشان يربط مدينة 6 اكتوبر بجامعة الدول العربية. كمان هيربط مع محطة القطارات الجديدة، هيكون في محطة تبادلية بينه وبين محطة القطارات الجديدة. ده كان أفضل مسار بصراحة لمونوريل مدينة 6 أكتوبر. اللي قدامنا كده قدام دي محطة مصر الجديدة للقطارات اللي هي ظاهرة قدامنا كده من بداية الشارع. احفظوا شكل الشارع ده يا جماعة، واحفظوا المعاناة اللي الناس بتعانيه فيها، مطبات وتكسير، العربيات بترقص. اتفرجوا على شكل الشارع ده لما التطوير يجي فيه، هنشوف حاجة مختلفة تماما تماما تماما. دي كده المحطة بتاعة القطارات مباشرة أمامنا زي ما احنا شايفين كده. دي محطة القطار مباشرة أمامنا زي ما احنا شايفين. اشتركوا في قناة مباشر مصر علشان هنشوف فيها حاجات تانية كتير جدا ان شاء الله مع بعض. شكرا لحضراتكم جدا.